السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك أجمعين. معايا هنا حل على النار، حط فيه مية وضفت إضافة من الكمون عشان خاطر يشيل أي كمية من الغازات. وهنا معايا كرنبة صغيرة اهو، ابتديت ان انا اقطعها بالشكل ده. واول ما المية غليت يدوب حطينا الورق مجرد دقيقة كده، ضلعوه تاني. هو انا كان ممكن اسلقها كلها كاملة، بس الحلة مش هتسعفني في الموقف ده، فكان لازم ان انا ورقة ورقة كده. بعد ما بيجي بالشكل ده معايا واستوى، بغسل كل ورقة بالمية، واهو بقطعها بالشكل ده، الاخضر لوحده والابيض لوحده لان بيفرق في التسوية. وحتى لما نضيفه في الحلة، الاخضر من تحت الابيض من فوق. هنا هو كان معايا حلة ضفت فيها العروق، وهنبدأ نعمل بقى التخديعة بتاعت المحشي. معايا هنا 3 بصلات كبار مقطعاهم وضايفة عليهم معلقتين من الزيت وعليهم معلقة من السمنة. طبعا انا في المرحلة دي معلية النار، اول ما يبتدي ياخد لون ههدي النار عشان خاطر انا مش عاوزة البصل ينزل المية بتاعته. هحاول برضو ان انا مقلبش فيه كتير عشان خاطر ما ينزلش كل كمية السوائل بتاعته. ان هو كان اخد معايا لون. خلاص كده احنا استكفينا باللون ده. معلش عشان البخار بقى جه على الكاميرا. هنا معايا كام فص من الثوم بس مقطعة. هنقول بسم الله وهنضيفهم على البصل يتشوح معاهم. هنفضل بقى نشوح فيهم كده. اول ما ريحة الثوم تطلع كده خلاص احنا البصل جاهز معانا. هنقول بسم الله ونضيف بقى عصير الطماطم. ومعايا هنا مرقة دجاج هروح ضيفاها. انا بحب اضيف المرقة خالص بتاعت الدجاج في الكرنب عشان خاطر بتدي طعم تاني. ويا سلام بقى لو كان فيه ريحان وضفتيه بقى في التخديعة اللي هي بتاعت البصل، انت وبتشوح البصل هيوديلك المحشي كرنب في حتة تانية خالص. هنا كانت التخديعة خلاص استوت 100% معايا. هضيف عليها هنا هرسة الشطة. هرسة الشطة دي زي بتاعت الكشري وأصعب كمان. لو عاوزين ننزل لكم الطريقة اكتبولي في الكومنتات وانا انزلها لكم. هنا معايا كيلو الا ربع من الرز غسلاه ومنقعاه. هنسمي بالله ونصلي على الرسول وهننزل بكل التخديعة اللي معانا. قولوا بسم الله. المحشي ده من كتر ان هو سهل وطريقته سهلة ما بياخدش وقت اصلا. بس هنضيف كده هنا التوابل. هنقول بسم الله. اول حاجة الكزبرة الناشفة ودي اساسا، وضفت جوز الطيب وشطة وبابريكا وملح، وضفت معلقتين من السكر عشان خاطر تعادل الحموضة بتاعت الطماطم وكده يعني. وضفت قرفة بس حاجة بسيطة من القرفة عشان خاطر يعني بتديها نكهة خالص، نكهة حلوة خالص يعني. ضفنا كل الكلام ده بقى. شفتوا هرسة الشطة اللي انا وريتها لكم في الاول؟ هروح اضيف منها معلقتين محترمين كده. بس الشطة دي يعني كلمة وعرة قليلة، والله كلمة ان هي وعرة قليلة، بس بتدي برضه نكهة حلوة خالص مع ان كرنب سخن كده ويكون مشطشط كده صويصي، حاجة خرافة. ضفت المعلقتين. اسكت على كده؟ لا، لازم نضيف شوية من الزيت بتاعها. هنقلب كل الكلام ده، نديله تقلبتين كده، نخلي كل حاجة تتعرف على بعضيها بالشكل ده. الريحة كانت تحفة اقسم بالله. وطبعا اهم حاجة في الحوار ده كله الخضروات. ما تقوليش كزبرة بس، ما تقوليش شبت بس، ما تقوليش هضيف حاجة واحدة بس من التلاتة. لا، شبت وكزبرة وبقدونس لازم من التلاتة ان انت تضيفيهم. دول اللي بيخلوا طعم المحشي مظبوط 100%. اهو كده هنقول بسم الله وهضيفهم كلهم. ولو في ريحان فريش ضيفيه معاهم.
ده كله بيغير من الطعم بتاع الكرنب، بيخليكي انت مميزة بالطعم. وكتر الخضرة، يعني ما تقوليش الكمية دي كتيرة، لا ده بالعكس، دي قليلة خالص. اهو هنا ظبطت الحلة اللي انا هعمل فيها، وكان المحشي اهو تمام. قلبتهم كلهم الخضرة مع الخلطة، وهنبدأ نحشي ونقول بسم الله. ومفيش اسهل من لف الكرنب. انا لما باجي اقطع الورقة الكبيرة بلفها رول، وبقطعها على 3 اجزاء، بعد كده بيديني الشكل اللي هو المربع اللي انتوا شايفينه. وزي ما قلنا في اول الفيديو ان احنا بنحشي اول حاجة الورق اللي هو الاخضر، عشان خاطر بيفرق في التسوية بتاعته. الورق الاخضر الاول، بعدين الورق الابيض. ومبحبش ان انا احشي وبعد كده ارص في الحلة، لا، انا بحب ان انا ارص، يعني ارص كده جنبي، وبعد كده ارص في الحلة. اهو انا بحط مش حاجة بسيطة بس من الرز، لا انا بعبيها بصراحة رز، لان بتخلي الورقة محكمة خالص في اللف. اهو بعد ما بخلص انا بروح احط كده رص المحشي كده في الحلة. وبعد ما برص كل الكمية، الورق اللي بيتبقى معايا اللي هو الورق الصغير مش برميه، لا بفرده كله على الكرنب كده من فوق بالشكل ده. طبعا انا اتبجد معايا خلطة ارميها ابدا. اهو بالشكل ده، وبيكون طعمه حلو خالص. جبت هنا كام فلفلاية حشيتهم، وحتى الفلفل اللي هو الحراق خالص برضو حشيت الاتنين منيهم. وهنا كان بعد التسوية، بس انا ضفته على نار عالية، وبعد كده ضفت عليه الشوربة. اول ما تشرب كده لازم تحركي الحلة يمين وشمال. وكانت دي التسوية. فبعد ما هو استوى والفلفل استوى كان طعمه خرافة. انا بعمل تركاية اخيرة، اللي هو بجيب اي طاسة كده معايا على البوتاجاز، واروح هنا كان برضو الفلفل خلاص استوى معايا، وبجيب الشكل ده. فبجيب اي طاسة كده، وبروح ضايفة فيها معلقة من السمنة، بدي تحميرة للكرنب والفلفل عشان يبقوا معايا بالشكل ده. وده كان معايا الشكل النهائي، لان التليفون فصل. متنسوش تعملوا لايك واشتراك. باي باي.